3, 2, 1. أسد الأطلس من الجزائر. لكن كم من حيوان أيضا تزخر بهم الجزائر. قاسي سعيد، نتحدث عن الأسد الجزائري الذي عاش لقرون في جبال الأطلس الجزائرية. خلاص ما عندك تاريخ، اصنع تاريخ يا أخي. قد قلنا لكم يعني مسألة التاريخ هذه عقدة مستفحلة في الكائن التبوني. هذا أسد الأطلس أو طابع بريدي للجزائر. شوف، هذا ذكر أسد بربري تم تصويره في الجزائر من قبل ألفريد إدوارد بيس في عام 1893. الصورة بتاع ألفريد إدوارد في 1893 كانت في المغرب. لماذا؟ لأنه لم يوجد الجزائر وقتها. للأمانة الأسد الجزائري لم يشاهد في الجزائر منذ أربعينات القرن الماضي، ربما يكون قد انقرض ولا وجود له، لكن الأسد أيضا يعيش في الجزائر منذ القدم ويمكن الاعتماد عليه في التمائم. تسمية أسود الأطلس محمد التي يتبناها المنتخب المغربي هي في الأصل، لو نعود للتاريخ للأصل، هي تسمية جزائرية. لماذا؟ لأنه الأسد، جبال الأطلس التي ينسب إليها هذا الأسد، الجزائر تملك تقريبا نسبة 70 أو أكثر بالمئة من نسبة هذه الجبال. وعلى بالكم شكون يسموا أرواحهم؟ أسود الأطلس. الجماعة مقهورين من اللقب أسود الأطلس الذي انتشر بقوة وأصبح يدعى به المنتخب المغربي. العالم كله كان يسميه المنتخب أسود الأطلس، خصوصا بعد إنجازات كأس العالم. تبونين يعني ساءهم ذلك الخبر كثيرا، حتى هذا اللقب يريدون أن يصادروا. والله حال التبونين ورثانا يا جماعة. حتى تسمية أسود الأطلس عمره ما طمع فيها إلا لما أسود الأطلس أصبحوا ملء السمع والبصر بعد قصة كأس العالم. نعم، لذلك الجزائر أولى بهذه التسمية. لو بقى اسمك أسود الأطلس يا بائس ستظل بائس أيضا. نهج الخنشلة والحك في الناجح والتلزيق في الناجح لا يصنع تاريخ. فلما أخذ لقب أسود الأطلس المنتخب المغربي، ابتدينا نعرف ان في اسود واسمها الاطلس، لان المغرب يطل على جبال الاطلس وجبال الاطلس تطل على المحيط الاطلسي. لماذا نختار الفلك على حساب الأسد؟ صحيح أن الأسد أصبح غير موجود حاليا في الجزائر، ولكن الأسد كان موجودا في الجزائر. نعم. كان تخيل ان معدوم التراث والتاريخ والهوية وصل بيهم الحال انهم يراسلوا ويكيبيديا، موسوعة ويكيبيديا الموسوعة الحرة، عشان يغيروا فيها معلومات أسد الأطلس. أسد الأطلس، نروح مباشرة إلى ويكيبيديا. وانا عايز اقول لكم ان ويكيبيديا مش مصدر، لان ممكن اعدل اي معلومة واقول اللي انا عايزه عليها. يشعر بعقدة نقص خصوصا عندما يقارن بالمغرب. ما ايش هذا البلوى اللي ابتلاهم الله بها؟ ما نقدر. ذباب شنقريحة قاعد يصنع التاريخ والامجاد على ويكيبيديا. ثم قال ماذا؟ بسيطة، رانا في 2023، كبسة زر والحقيقة تكون عندك. قاعدة دلوقتي شغلتها انها تبدل وتزيف وتعمل صفحات سوشيال ميديا تزيف وتبدل وتخنشل وتكذب حاجة بائسة جدا. لذلك أدعوكم باش نكتشفوا مع بعض حقيقة الأمر. هكذا خاوتي، عقلك تدخلها في إيران، جربوع يعني
عقلك التبوني ما يتسع الأسد أصلا. وينك من الأسود أنت؟ أنت إذا فكر عقلك يختار جربوع دي روايتهم ثعلب. شوف، ولذلك هم دائما لما تناقش اي حد فيهم في التاريخ ولا في اي حاجة اول حاجة يعملها يجيب لك ويكيبيديا مصدر. وبالتالي جت الدولة العلوية اتخذت الأسد، أسد الأطلس، رمز ليها، شعار ليها، إن التاج موجود وفي أسدين بيحموا التاج. يبحثوا عن أمجاد، يبحثوا عن إيجابيات بحث، فلما يدوروا ما يلاقوش إلا المغرب. يريدوا يسرقوا الزليد، ويريدوا يسرقوا الثقافة، ويريدوا يسرقوا القفطان، ويريدوا يسرقوا أسود الأطلس، ويريدوا يسرقوا كل حاجة. يا جماعة اتقوا الله يا تبونين، يا أخي عيشوا يا أخي عيش واقعك يخرب بيتك يا أخي. ولا تخرج قبل أن تقول فخس على دي بشر. ايوه قلتش حاجه انا بقى، اسكت يا هو اللي بيقول.